طيب مشاهدي الكرام، ألا يخجل الفلول ومن لفهم من معارضين قومجيين وليبرالجيين وعلمانجيين مصريين من الانقلاب على رئيس منتخب للتو؟ أليس حريا بهم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع حول الدستور بدل الاحتشاد في الشوارع بطريقة همجية غوغائية لا تمت للديمقراطية بصلة؟ هل شاهدتم حزبا معارضا في الدول الديمقراطية يؤلب الداخل والخارج على رئيس منتخب ديمقراطيا؟ كيف يأتمن الشعب المصري إلى معارضة مول بعض حملاتها ملال إيران؟ يتساءل أحدهم. قال حزب قومي قال: أليس من السخف وصف الرئيس مرسي بالدكتاتور؟ هل اعتقل الرجل شخصا واحدا من معارضيه رغم كل الإسفاف والفجور الذي مارسوه؟ اللهم لا تحرم أي دولة عربية من هكذا دكتاتور، يصيح آخر. لماذا يتكالب الكثيرون على أول رئيس مدني في مصر بدءا بالدولة العميقة وانتهاء بأنظمة عربية وإيران لأنه ذو خلفية إسلامية؟